تخيل إنك ماشي في زقاق ضيق، ضباب لندن خانق، صوت خطواتك هو الشيء الوحيد اللي بتسمعه. فجأة تلمح ظل رجل طويل، قبعة عالية، وسكين يلمع تحت ضوء غاز خافت. هذا الرجل حير الشرطة 130 سنة وكسر عقول المحققين والعلماء، ومع ذلك ما عرف اسمه حتى اليوم. هذا هو جاك ذا ريبر، أخطر قاتل متسلسل في تاريخ لندن. في أواخر القرن التاسع عشر كان حي وايت شابل شرق لندن أفقر منطقة في المدينة. شوارع ضيقة، بيوت متهالكة، وبؤس يدفع الناس لليأس والجريمة. وسط الفوضى هذه ظهر قاتل واحد حول الحي إلى كابوس مفتوح. بين أغسطس ونوفمبر 1888 5 نساء فقراء يعرفن اليوم باسم الضحايا الخمس الكلاسيكيات قتلن بوحشية غريبة، كلها في محيط واحد وفي أوقات متقاربة. ومن يومها صار اسم واحد يرعب العالم كله: جاك ذا ريبر، جاك السفاح، القاتل الذي لم يقبض عليه أبداً. ليلة 31 أغسطس 1888 الشرطة بتعثر على جثمان امرأة تدعى ماري آن نيكولز في شارع يسمى آنذاك بوكس رو في وايت شابل. كانت رقبتها مقطوعة بعمق وبطنها ممزق بطريقة احترافية، كأن الفاعل عنده معرفة بتشريح جسم الإنسان. الصحف البريطانية اشتعلت: قاتل متوحش في شوارع لندن، الشرطة عاجزة. لكن ما كان حد متخيل إنه هذه مجرد البداية. بعد أيام تقتل آني تشابمان بنفس الأسلوب تقريباً، عنف شديد وقطع دقيق لأعضاء داخلية. وهون بدأ المحققين يشكوا أنهم أمام قاتل واحد له أسلوب توقيع خاص، مش مجرد جرائم منفصلة. في 30 سبتمبر 1888 لندن بتصحى على ليلة اسمها عند المؤرخين ليلة الرعب المزدوجة، The Double Event. خلال أقل من ساعة تقتل امرأتان، إليزابيث سترايد وكاثرين إندواردز. الأولى وجدت رقبتها مقطوعة لكن بدون تشويه للجسد مثل الحالات السابقة. كثير من الباحثين بيعتقدوا أنه القاتل تفاجأ أو قوطع قبل ما يكمل جريمته، فترك المكان بسرعة. بعدها بوقت قصير وكم دقيقة فقط مشيا على الأقدام تقتل كاثرين إدواردز بطريقة أبشع بكتير: تشويه في الوجه وبتر أعضاء داخلية. الأسلوب واحد: جاك السفاح يوقع جريمة جديدة. في هذه المرحلة وسائل الإعلام اخترعت الاسم اللي عرفناه اليوم، جاك ذا ريبر، بعد رسائل غريبة وصلت للشرطة والصحافة موقعة بهذا الاسم، منها رسائل مشهورة مثل Dear Boss. كثير من الباحثين بعتقدوا أنه بعض هذه الرسائل كانت مزيفة من الصحفيين بحثاً عن الإثارة، لكن الاسم علق في ذاكرة التاريخ. في 9 نوفمبر 1888 الشرطة بتعثر على جثمان ماري جين كالي، أصغر الضحايا عمراً. هذه المرة الجريمة داخل غرفة وليس في الشارع. الجسد مشوه بالكامل تقريباً، لدرجة أنه بعض المحققين وصفوا المشهد بأنه أسوأ ما رأت أعينهم. وكثير من المؤرخين بيعتقدوا أنه وجوده في مكان مغلق أعطاه وقت أطول لينفذ كل ما يدور في رأسه من عنف ومرض. بعد مقتل ماري جين كالي تتوقف سلسلة الجرائم، على الأقل الجرائم اللي نعتقد أنها تعود لنفس القاتل. والضحايا الخمسة هدول صاروا يعرفوا باسم الضحايا الخمسة الكلاسيكيات، The Canonical Five. من 1888 لليوم مئات الكتب والأبحاث حاولت تجاوب سؤال واحد: من هو جاك ذا ريبر؟ من بين أشهر المشتبهين بهم آرون كوزمينسكي، حلاق بولندي كان يعيش في وايت شابل، عانى من اضطرابات نفسية وكان فعلا مشتبه به في وقت الجرائم. دراسات حديثة ادعت وجود تطابق DNA بين أحفاده وبين آثار على شال يعود لإحدى الضحايا، لكن الأدلة ما زالت مثيرة للجدل وغير حاسمة علميا. مونتاغو درويت، محامي ومعلم، اختفى وغرق بعد آخر جريمة بوقت قصير. البعض يرى أن انتحاره دليل على شعوره بالذنب. كارل فيغنباوم، بحار ألماني كان يتنقل بين الموانئ القريبة من وايت شابل،
وبعض الباحثين ربطوا وجوده في لندن مع تواريخ الجرائم. وفي نظريات مجنونة تتهم فنانين مشهورين وحتى أفراد من العائلة الملكية البريطانية، لكن الحقيقة ولا نظرية تم إثباتها بشكل قاطع. لهذا السبب يبقى جاك ذا ريبر أقرب لشبح تاريخي، نعرف جرائمه لكن لا نعرف وجهه. يمكن السؤال الأهم اليوم، ليه بعد 130 سنة ما زال الناس مهووسين بقصة جاك ذا ريبر؟ في عدة أسباب. 1. لغز غير محلول. البشر بطبعهم بيكرهوا الفراغ، ولما تكون عندك جرائم بهذا الحجم بدون إجابة، الخيال بيبدأ يشتغل. 2. دور الصحافة. الصحف في وقتها ضخمت القصة، رسمت صور مخيفة وكتبت رسائل مثيرة، وهيك تحول القاتل لأسطورة. 3. انعكاس لوجه المجتمع. قصة جاك ذا ريبر تكشف لنا فقر، عنف ضد النساء، فساد وعنصرية، كأنها مرآة ظلمة لمدينة لندن في ذلك الزمن. في النهاية جاك ذا ريبر مش بس قاتل، هو نتيجة مجتمع كامل ترك أضعف الناس فيه بدون حماية. يمكن لن نعرف أبداً من كان جاك ذا ريبر حقاً، لكن المؤكد إن أسماء ضحاياه ماري آن، آني، إليزابيث، كاثرين وماري جين تستحق أن تذكر أكثر من اسم قاتلهن. اكتبوا لنا في التعليقات، من تعتقدون أنه كان جاك ذا ريبر؟ هل تصدقون نظرية الحلاق البولندي ولا عندكم سيناريو خاص في مخيلتكم؟ ولا تنسوا، إذا حابين جزء ثاني عن جرائم تاريخية غامضة، اضغط لايك واشترك في القناة، لأن اللي جاي أظلم مما تتخيلوا.